السلام عليكم. ازيكم يا احلى عيله؟ ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم يا احلى ناس؟ النهارده انا قلت ايه، هعمل بطاطا. جبت كيلو ونص بطاطا ورحت مقشراه، وقلت بقى ايه، هعمل بطاطا النهارده. عيالي بتحبها كده، يعني في الصينيه باللبن، ولو عندي قشطه بحط، ما عنديش خلاص. احنا بنحب البطاطا ولا؟ بصوا حبايبي، شوفوا شكلها عامل ازاي. يلا بقى ايه، ما تنسوش تجربوها، مش مكلفة جدا والله العظيم. ما كلفتني 10 جنيه، ما كلفتنيش 10 جنيه. والسكر كان في البيت اهو. كيلو ونص بطاطا انا كنت مقشراه. طبعا قشرته كويس وغسلته وما بحطلوش ميه ولا حاجه. وعلى فكره انا اسفه بجد بجد، عندي التليفون بتاعي بيقف، معرفش وانا بصور ليه. انا حطيت كوبايه لبن، وحطيت كوبايه سكر، وحطيت شويه جوز الهند، والحاجات دي اختيارات. بصوا بعد ما استوت يا قلبي، عايزين تحطوا مكسرات، تحطوا زبادي، تحطوا زبيب، اللي انتوا عايزينه كله حطوه. انا استكفيت باللبن ومعلقه جوز الهند بس، عشان عيالي ما بتحبش اي مكسرات بصراحه. بصوا خليتها استوت خالص، استوت منها فيها، انا ما حطيتش ميه ولا اي حاجه تسويها، يا دوبك كوبايه السكر وكوبايه لبن، وسبتها ايه، وطيت عليها النار وسبتها تستوي كويس. بعد ما استوت اهو يا حبايبي، بسويها بقى كويس. يعني انتوا الحاجات دي اختيارات، عايزين تحطوا مكسرات حطوا، سوداني، مكسرات، زبيب. انا عيالي ما بتحبش الحاجات دي، ومش معقول ان انا احط الحاجات دي وعيالي مش هتاكلها. وممكن قرفه، في ناس كتير قوي بتحب القرفه فيها. ده كله احنا عندي هنا محبهاش الا ساده، بس انا حاطه لها لبن. اهو يا حبايبي بصوا سويتها. معلش بتقولوا انت هي بتروح فين الست دي؟ بجيب بقى ايه، حبه لبن كده بقشطه بتاعتها، عشان انا ما كانش عندي قشطه بصراحه، اللي عندي لقيتها كارفه ومش حلوه، لقيتها هتبوظ لي طعم الحاجه، فحطيت حبه لبن كده بسيط قوي فوق، عشان بس وشها يحمر. ما انتوا لو شفتوا بقى اللي انا عملته هتقولوا ايه اللي انا عملته ده. بس خليها سر بقى عشان ولادي لما يشوفوا الفيديو ما يزعلوش مني. اهو يا حبايبي بصوا، اهو يا قلبي، حطيت حبه لبن بسيط قوي، وحته القشطه اللي بتبقى في وش اللبن عملتها على الوش. لو عندك قشطه حطي، عندك زبده برضو حطي. انا ولادي ما بيحبوهاش الا ساده. اهي بصوا بعد ما خلصت، بصوا التفاصيل بتاعتي باكل، شايفين؟ يلا بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعلقوا لي، لان انا ايه، بتشجيعكم ده حاسه ان انا ايه، هبقى كويس، زي ما انا هبقى قلت حاجه لكم كويسه. زي ما انا قلت لكم اعملوا يلا ما لايك. تنسوش يا احلى عيله، واسمعوا كلام بنت ابني اللي قاعده على طول لازقه جنبي مني، ما بتسيبنيش لوحدي خالص، واقفه جنبي وانا بصور، واقفه جنبي وانا بعمل. انا ان شاء الله في الفيديو الجاي هبقى اظهرها لكم واخليكم هكلمكم، هقول لكم. يلا بصي بتعمل لكم، اعملوا لايك. ما تنسوش يا حبايبي، اهي هي بتعمل لكم اهي. يلا حبايبي، مع الف سلامه وفي حفظ الله، وهتوحشوني توحشوني.